أنا عندي 32 سنة واسمي معتز. بحب واحدة أكبر مني ب10 سنين، وبحبها ومش قادر أستغنى عنها. أهلي رفضوا جوازنا في الأول، خصوصا إن أنا ابنهم الوحيد، وسمعت كلامهم بعد ضغط. اتجوزت بنت عمي، والنتيجة إن أنا معرفتش أعيش معاها سنة. طلقتها ورجعت لحبيبتي واتجوزنا. بس برضو أهلي لما عرفوا ضغطوا عليا جدا عشان أطلقها. أنا دلوقتي محطوط بين إن أنا أعصى أهلي وأخسرهم، وبين إن أنا أكمل مع حبيبة عمري. مش عارف أعمل إيه، محتار. هو من الأول أنت غلطت إنك أنت وافقت إنك تسيبها. 10 سنين ده مش فرق كبير قوي، طالما إنها قادرة على الإنجاب وقادرة إنها تعمل لك بيت تاني. 10 سنين بتبقى فرق كبير لو إحنا ما عندناش تكافؤ في الظروف أو هتمنعك من أحلامك. أنت ما أنت الصغير، أنت معدي ال30، فلما تقول بحب واحدة أكيد أنت بتحبها. فأنا مش عارفة أنت ما كنتش متأكد إنك بتحبها فاتجوزت غيرها وظلمتها، ولا لما اتجوزت غيرها اتأكدت إنك كنت بتحبها؟ كون أهلك زعلانين منك ده موقف هيعدي، لكن لو أنت سبتها التعاسة في حياتك مش هتعدي. وأنا مش هقولك إن اللي عندك عقدة نفسية عشان عايز واحدة قد مامتك، لأن ده كل الفرق 10 سنين. بس هقولك إنك لقيت فيها نصك التاني. لو أنت مرتاح معاها ومتأكد إن حياتك هتمشي صح، اوعى تسيبها. مش شرط حتى يبقى في الأول في علاقة بينها وبين العائلة الكريمة، أو إنها تكون على علاقة بوالدتك أو والدك خالص. خليك أنت كويس مع عيلتك والدنيا بتمشي، وبعدها كل ده بيتنسى.